حد يا جماعة يعرف الأغنية الفلسطينية اللي هي نازلة جديدة؟ طب اللي ما يعرفهاش أنا جبتها لكم، تعال اسمعوها كده. بصراحة من أحلى وأجمل الأغاني اللي سمعتها في حياتي، ولا رأيكم أنتوا؟ اعرف البنت مالها من غير ما اسالها. ده سؤال حلو وبيجي. انت راجل ذوق، خليك يا باشا، والله راجل محترم. إزاي أعرف البنت مالها من غير ما أسألها؟ لا السؤال ده حلو يا حموكش، سجله عندك في المذكرة. تبعت لك ما بتعملش سين، مش هتعرف ان هي متضايقه، فمش هتضطر تسالها مالك. فمش هتضطر تسألها مالك، سجل الإجابة بتاعته، جيم 2 دي ها؟ السؤال الثالث، ازاي اتاقلم مع ظروفي؟ مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. ده الراجل ده بيجيب حاجات غريبة فعلا. إزاي أتأقلم مع ظروفي؟ هو ده سؤال يعني؟ ده ظرف اهو، وده قلم، تحطه بالشكل ده وتلف كده، انت كده اتاقلمت مع ظروفك. يا راجل وانت وشك كده لوحده؟ شفتوا الخدعة دي؟ أنا تأقلمت مع ظروفي، حتى القلم جو الظرف وكده خلاص اتحلت يعني؟ لا السؤال ده ملغي، خلي بالك ملغي، ما تسجلوش. افترض ان دي حياتك، تمام؟ انا عارف ان هي اسود من كده بكتير وان هي لابسه نيله، بس اعتبر ان انت بادئ صفحه جديده. يعني في الآخر طلعت حياة كل واحد فيني وحياتي أنا شخصيا ورقة بيضة بس وفاضية، ويا ريت كمان بيضة. حموكش عاوزين إجابة للسؤال ده عشان الناس تجاوب عليه وتسجله عنده في النوتة بتاعتي. هنقطع جميع الاطراف بالشكل ده كده، لان مفيش اي طرف يستحق ان هو يتراضى غير ابوك وامك، عشان الناس اللي بتدخل تدور على اي غلطه دي. فعلا ما فيش غير الأب والأم فعلا اللي هم يستحقوا إن هم يتراضوا، غير كده ما تدورش. الفيديو اللي جاي دي لكل واحد يتصور عند واحد صاحبه أو زميله ويقول له هبعت لك الصورة كل يوم ويقول له بكرة، شوفوا كده. تبعتش الصور بكره بالله عليك بكره. بكره ان شاء الله هبعت لك الصور اهو. بعد مرور 20 سنه. عيد الصور يا ابني، الصور يا احمد، الصور يا احمد. بالنسبة للموضوع دي فهو بيحصل معانا كتير شخصيا بصراحة. يعني أنا كل أصحابي اللي معايا اتصورت معاهم وللأسف ما فيش واحد بعت لي صورة فيهم. يلا يا راجل بلا كدب بقى بوشك، ده كداب كدب الابل. انت اللي زيك يتشرع الراس، وانا يا سوسو هشيلك فوق راسي، وبعدين طلع اقرع من القرع وزحلقني. في إيه يا فالنتينو؟ ده بتقول لك أقرع وزحلقها، مش هينفع الوضع ده، خلي بالك. هو إيه اللي أقرع بالظبط وزحلقها؟ ها؟ في نهاية الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات وتتابعونا عشان يصلكم كل جديد.